السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعود عليكم الأيام بخير، ويرحم أمواتنا المسلمين جميعا يا رب، ويرزق الناس الغلابة، ويفتح على الأمة الإسلامية كلها يا رب بحق الشهر المفترج. آمين يا رب. طبعا احنا على أيامنا الواحد الشاب مننا، يعني في 36 او حاجه، احنا 36. الكلام ده من 14 15 سنه. الشباب اللي هو لسه بينضج اليومين دول، احنا كنا على ايامه وفي سنه كنا بنجيب الثلاث سجاير ومشط الكبريت والبنا بالنعناع، تشيكليز اللي هي بتتحط في البلاستيكايه دي، تتشد. فاكرينها الناس اللي هي التشيكليز نعناع ام شيرين. وكنا بنحترم نفسينا، كنا بنشرب سجاير، اي نعم كنا بنسبرس وبنشرب سجاير من ورا اهالينا، بس باحترام وبخوف وبرعب ان هم لو عرفوا هيبقى يومنا زي السيجارة اما بتتشرب وبيتداس عليها في الارض بعد ما نتخلصها. كنا محترمين وبنحترم نفسينا وبنخاف على اهالينا. طبعا الشاب بقى بتاع اليومين دول بينزل يجيب لك مثلا سيجارة، الخمس سجاير ب5 جنيه، وعمال يشوح ويقبح ويبجح في أمه وفي أبوه، وبيعمل تصرفات طبعا غريبة احنا ما كناش نقدر نعملها، لأنه انت كده مش متربي وقليل الأدب وعيل قليل الذوق، وأي حد ممكن يسفخك قلمين يفوقك عشان انت مش فايق، انت شادد سطرين او ضرب حبيتين. فيش كان على ايامنا الكلام ده، كان في بقى حبايات وبتاع، بس كانت العيال برضو ايه، تخدر مع نفسها، محدش يحس بيها، ومعنا بره مش في بيتهم. انما دلوقتي عادي الشاب يقوم شارب السيجارتين واخدهم فرط في البيت عنده عشان مش عارف يجيب علبة سجاير، وقاعد بقى يرازي في امه ويزود في ابوه ويقل في ادبه ويحرق دم امه ويحرق دم ابوه. واسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك، ما تسمعش كلام ابوك واسمع كلام امك. والشغل اللي انتوا عارفينه بتاع اليومين اللي احنا شايفينهم، اللي ربنا يعلم بيهم وبينا وبالايام اللي احنا بنمر بيها. فنصيحة يا حتة لطخ يا زنخ، على سبرس يا فاشل، يا كل الصفات الوحشة فيك اللي انت بتزعل امك وابوك وبتقول لهم كلمة تضايقهم وبتقول لهم كلمة تحرق دمهم. هما دمهم بيتحرق يا ابني، يعني امك او ابوك انت مش مكانه، هو شغال مفحوط مفروم عشان يجيب لك ال5 جنيه اللي انت بتجيب بيهم 4 سجاير دول، اللي انت قاعد في البيت ومش عارف تجيبهم. ف ما احنا كل ابهاتنا وامهاتنا كده، انا لما كنت بجيب 3 سجاير فرد ومشت كبريت والبانه ب4 جنيه، انا ما كنتش بعرف اجيب ال4 جنيه، انا كنت باخدهم من ابويا، كنت باخد منه ربع جنيه ونص جنيه وجنيه. يعني لو خدت جنيه ده بقى خلاص كده انا عيل خاربها، بلاي ستيشن بقى ومراجيح وها وبينج بونج وبلياردو. الجنيه بيعمل حاجات كتير ساعتها. وبتشرب سجاير برضو بتخربط في الليمونه، وتقوم عامل ايدك كده ايه عشان ابوك وامك. ابوك امك ممكن تدار عليك عشان امك طبعا هم بتحبك وخايفه عليك، ما بتحبش ابوك يضربك، بتزعل قلبها بيتقطع عشان انت طبعا جبله ما بتحسش اذا كنت انا ولا اذا كان اي حد مثلا. يعني على ما انا بلوم نفسي برضو، ما انا كنت طفل برضو وشقي. فان انت تزعل امك ولا ابوك
مش حاجة سهلة. اما تتجوز وتخلف وتلاقي بنتك بتعاملك وحش، او ابنك بيعاملك وحش مثلا، او بيزعق لك، او بيقول لك كلمة تضايقك، فانت بتبقى من جوه مولع. بس عمرك ما هتخسر ضناك، ولا عمرك هتخسر ابنك، ولا عمرك هتخسر، لان الابن بيبقى غالي عند ابوه وعند امه، وخصوصا عند امه اكتر. بس ابوه طبعا يعني بيتأثر وبيشيل جواه طبعا زي الام برضه، يعني الاتنين بيتجرحوا. فانت بقدر الامكان، اي شاب بيسمع الفيديو ده، او ان شاء الله ما توعى تسمعه، ربنا لا يجعلك لا تسمعه يا اخي، عشان انا عارف ان انت مكفر امك وابوك. حافظ عليهم، ولا تقل لهم افا ولا تنهرهما. هم اللي ربوك وانت صغير، وبيشيلوا همك وانت كبير. فحاول بقدر الامكان ان انت تعطف عليهم، او تديهم حتة صغيرة وتعطف عليهم زي ما هم طول من ساعة ما انت جيت في الارض في الدنيا، من ساعة ما كان عندك يوم لحد ما بتكبر. هم طبعا بيشيلوا همك، وبيشيلوا كل قرفك، وبيشيلوا البلاوي السوداء عنك، عشان انت ما بتحسش وما عندكش دم، وعلى قليل الادب وسافل وبترد. فبلاش ترد اليومين دول، يعني كل اللي بيرد وكل اللي بيكلم امه كلمه ملهاش لازمه، كل اللي بيقول لابوه كلمه ملهاش اي لازمه. حاول تصلح من نفسك، عشان رضاهم هو اللي هيدخلك الجنه. يعني رضا الوالدين هو اللي هيدخلك الجنه. لو ماتوا مش راضيين عنك، هتشوف عذاب في الدنيا وفي الآخرة. فربنا يرحم أمي، ويرحم أبويا، ويرحم عمامي، ويرحم عماتي، ويرحم خلاني، ويرحم أمواتنا المسلمين جميعا يا رب العالمين. بحق الشهر المفترج اللي إن شاء الله من عند ربنا يا رب. الشهر ده كله أنا عارف يعني أكيد ربنا كل الأموات نايمين ومرتاحين، وهيناموا الشهر ده مرتاحين، واحنا دعواتنا ليهم ان شاء الله في قبورهم، القبر بتاعهم كلهم يا رب. عشان برضو لما احنا نموت نلاقي حد يدعي لنا دعوة حلوة، ويقول لنا مثلا كلمة حلوة. احنا بنهزر وبنهرج وبنعمل يعني ممكن انا فيديو انزل بفيديو تاني بعد شوية، اقعد اشرب واسهر واعمل واهلل بس هو يعني هو في حاجات اساسيات ما ينفعش نتخطاها وما ينفعش نبعد عنها، اللي هو امك وابوك. يعني هو الموضوع عن الام والاب، لان النهارده ثانويه ابويا، فانا طالع انا بعد 19 سنه. آه، وانا قاعد كده حسيت بوجع والم في قلبي وفي صدري، وافتكرت ايام كتير كنت معذبهم فيها، وافتكرت ايام كانوا هم فرحانين بيها وفرحانين بيا ويعني الام والاب دول ما يتعوضوش، من غيرهم مش هتعرف تعيش صدقني. بشكركم كلكم والله العظيم، بشكر اللي عملوا لايك واللي ما عملوش لايك، وإن شاء الله يا رب فيديوهات جديدة إن شاء الله. بشكركم كلكم. سلام عليكم.